اللي قدامنا دي طيارة من الحرب العالمية الأولى، يعني في حدود كده 1917. كان بيقودها طيار شهير لقبه البارون الأحمر. طيارة بسيطة جدا ومهمتها ثابتة للاشتباك بالرشاش مع العدو. أول رحلة طيران ليها كانت سنة 1917. لو بصينا للجناحات هنلاقي جناحات بسيطة جدا، مش زي الشكل الموجود دلوقتي. فلابس، سبويلرز، ايليرونز. حلقتنا النهاردة عن الفلابس وليه اتصنعت أثناء الحرب العالمية الأولى. ده كان شكل الرانواي، عبارة عن أرض طينية وكمان قصيرة، وده ما كانش مناسب مع تصميم الطيارة اللي كان بيحتاج مدرج أطول سواء في الهبوط أو الإقلاع، وده للأسف اتسبب في حوادث كتيرة جدا. المهندسين وقتها حسوا بكارثة وكان لازم يتصرفوا ويعملوا تعديلات جديدة على الطيارة. فجأة ظهر المهندس البريطاني فريدريك هاندلي صاحب أكبر شركة تصميم طائرات، هاندلي بيج. اقترح عليهم تعديل في الجناح يشتغل بس أثناء الإقلاع والهبوط، وظيفتها تمنع الخلل اللي بيحصل للطيارات في الوقت ده. وكالعادة الفكرة مستوحاة من الطبيعة. لو ركزنا في الفيديو هنلاقي إن الطائر هنا بيعدل زاوية جناحه بحيث يحصل على أفضل زاوية تخليه يهبط بسلاسة. القطعة ديت فيما بعد اتسمت فلابس، ومع الوقت اتطورت وظهرت أنواع جديدة. أول نوع ما زلنا بنستخدمه في طيارات التدريب زي السيسنا 150. مشكلته إنه مناسب فقط للطيارات الصغيرة والخفيفة، لذلك تطور للنوع التاني كان بيستخدم في طيارة الحرب العالمية التانية دي سي 3. ولكن الفلاب ده كان أفشل من اللي قبله. هو زود الرفع حاجة بسيطة جدا، لكنه زود كمان معاها المقاومة وبطأ الطيارة في الإقلاع. لذلك اتطورت الفلابس للنوع الجديد اللي كان ناجح جدا في طيارة عملاقة زي ال 747، وبسببه كانت قادرة تشيل أطنان كبيرة لمسافات بعيدة. مع الوقت ولزيادة الأمان اتطور أكتر وأصبح أكثر تعقيدا زي طيارات حديثة حاليا، منها البوينج 787 والإيرباص 350 وأغلب الطيارات الحديثة. لمحة أخيرة عن الفلابس إنه بيشتغل بدرجات، فمثلا أثناء الإقلاع هنحتاج من 15 ل 20 درجة أثناء الإقلاع، أكتر من كده تزيد المقاومة. لكن أثناء الهبوط إحنا محتاجين المقاومة، لذلك هتكون درجة الفلابس من 20 ل 30 درجة. المرة الجاية لما تشوف الفلابس افتكر الحكاية وليه اتفتح للدرجة دي، ومتنساش اللايك والفولو عشان أنزل محتوى طيران بالعربي. ولو عندك اقتراحات سيبها في الكومنت.